اوعوا تقولولي ان انتوا تقصدوا في المسلسل ان الملك الاحمر هو ابا محرز الاحمر. لا يا مداح، كده ازعل منك. ليه بقول كده؟ انا ما تابعتش الاجزاء اللي قبل كده، ولكن شفت حلقتين 3 من المسلسل الجديد للمداح، وعرفت ان المفروض ان هند بنت الاحمر، وهي كانت بنت ابا محرز الاحمر، كانت المفروض معاه في جزء من الاجزاء، وان هم حرقوها لانها كانت متعديه وكانت شريره وبتحارب المداح. نركن هند كده على جنب ونخلينا في الملك الاحمر. لو انتوا تقصدوا ان الملك الاحمر هو ابا محرز الاحمر، هنا ستوب. ده انا كده ازعل واجيب ناس تزعل. بغض النظر من عن ان هند بنت الاحمر من الجان المتعدي وعنده شراهه غير عاديه في الانتقام من بني البشر، الا ان ابوها الملك ابا محرز الاحمر من القاده المسلمين العلويين، واللي يقول غير كده كداب. من الحكام العادله وقائد من القاده العادلين العلويين في عالم الجان، وليه هيبه وسلطه وعمره ما يتعدى على بني الانسان ابدا طول ما انت ماشي بما يرضي الله. أما بنته غير. دي أول حاجة في المداح. تعالوا بقى لتاني حاجة في مسلسل المداح. الكلام اللي أنا هقوله ده بعيد كل البعد عن كل شخص وحد من الممثلين. أنا نفسي بحبهم وبكن ليهم كل الحب والود، من ممثل من أول حد لآخر حد. ولكن الكلام اللي أنا هقوله ده أتمنى أن انتوا تاخدوه بعين الاعتبار، عشان ما تشاركوش في شيء مش حلو لأفكار وميول البعض من نفوس البشر. مفيش حاجة اسمها إن شخص يعود في الموت في عالم الجان. ممكن الجان رب العباد يجعله السبب في إنه ينقذك من الموت، لكن تموت وتحيا ده رب العباد ما عملهاش للأنبياء ولا غير الأنبياء. أنت مين تكون يا مدح يا شخص هذا المسلسل؟ أيا كان أنت بتحكي عن إيه أو بتتعامل مع مين بيمدك بمعلومات في عالم الجان، فهو لا يمت صلة خالص، لا من قريب ولا من بعيد، بعالم العلويات. للأسف الشديد كل المعلومات سفلية. بقى حد بيموت بيعود من الموت، وأشرته للأسف لكام حد ما بيروجش غير للأسف الشديد لبعض المنظومات والأفكار الغير مستحب إن احنا ناخد بيها. ولا من اللي كان يعود من الموت هم الأنبياء. على الأقل كان رب العباد مديهم رسالة وكانوا بيسموا بعصر المعجزات. لكن إن ميت يعود من الموت، يا ريت تلاقوا لها حبكة درامية غير الحبكة اللي انتوا طلتوا بيها علينا، لأن في ناس كتيرة جدا ضعفاء النفوس وممكن تخلوا كتير جدا يتلعب بعقولهم وانتوا لا تدروا. الجان ممكن يحجب طبيب عن نبض المريض، يعني ممكن يهيأ للطبيب ان الشخص ميت. انا بديكوا فكرة مثلا علشان تحولوا بعد كده الدراما لسياقها الصحيح. لكن ان شخص يموت ويدفن ويرجع تاني من الدفن والموت، ده اكبر خطأ انتوا بتقعوا فيه. لا يرضي حد ولا يرضي مخلوق، وما ينفعش ابدا ان كل الناس تهلل على حاجة مش صحيحة ومش في سياقها الصحيح. الحاجة التانية اللي عايزة اقولها لكم، مفيش حاجة اسمها بنت ابليس ست الحسن ومش عارفة اسمها ايه وايه وايه، وان كل واحدة من بنات ابليس ليها الخادم المطيع. مش صح. مفيش حد من بنات ابليس اسمهم ست الحسن. ست الحسن ما هو الا اسطورة في بعض كتب السحر، ولكن اسمائهم الحقيقية مش كده خالص. تالت حاجة، كل بنت او ابن من ابناء ابليس فمالوش خادم واحد ولا عون واحد، ده ليهم اعوان وخدام الوفات مؤلفة ليس لها عدد ولا اخر. يعني الاسماء مش صحيحة، وكل واحدة ليها خادم برضو مش صحيح. اما بقى عن التعويذة او الطلاسم اللي قالها الممثل العظيم خالد الصاوي، فمش صحيحة خالص ولا تمت للواقع بصلة، ولا ليها اي معنى. بس ما ننكرش ان الجان ليه لغة معينة، ولا بد وحتما في بعض الاوقات لازم ما تكلموش الا باللغة الخاصة بيه، وهي السريانية اللي مش اي حد يعرفها. في لغة خاصة لعالم الجان، بس اللي قالها خالد الصاوي مش صحيحة. عجبتني قوي طاولة الاجتماعات دي بتاعت احمد بدير، وده بيخلينا نفتكر ان انا قلت لكم ان في كل سنة اجتماع ببتوع المشاهير، ادوية، اعلام، بيوت المال، مشاهير. البروباجندا اللي انا حكيتها لكم من 3 سنين عن ايه اللي بيحصل في العالم، خدتوا لي بالكم؟ يا رب الفيديو ده ما يتأيدش. اما بقى من الناحية الاخراجية والتصوير والانتاج والاخراج، بصراحة شابوه، حاجة تشرف مصر
ان احنا عندنا كواليتي زي ده، عندنا تصوير، عندنا فكرة، عندنا حاجة مكلفة بصراحة حلوة. ولكن للأسف الشديد من الحاجة اللي أنا ليا عتب عليها إني كان نفسي قوي تتعاونوا مع حد يكون فاهم في عالم العلويات عشان يقدر يفيدكوا في محاربة الأشخاص ما بين العالم السفلي والعالم العلوي، أو بالأشخاص اللي بتحارب عالم الجن المتعدي على بني الإنسان. أغلب اللي في المسلسل بتأكدوا لي إن الشياطين فعلا بتحارب بني الإنس، ودي حقيقة، وده اللي احنا بنقوله لكم من زمن الزمن. ولكن الحبكات الدرامية مش في محلها، وللأسف خالطين حاجات وقايلين حاجات لا تمت للواقع بأي صلة خالص من العلويات. آخر حاجة بقى واللي هختم بيها، ما أعتقدش إن المداح بيتكلم لا على تابوت العهد ولا عن ظهور المهدي ولا عن أعوان المهدي. أرجوكوا كفاية ضلال، وجهوا الناس لأفكار غير صحيحة بالمرة. القصة دي لا تمت للمهدي بصلة لا من قريب ولا من بعيد. حرب المهدي مش مع الجن، حرب المهدي رب العباد مكلفه بشيء تاني خالص. والحلقة من الحلقات هتكون في رمضان إن شاء الله، بعد ما تخلص ممسوس عشرة الجن إن شاء الله هنزل لكم بحلقة المهدي. ما تخلطوش ظهور المداح أو قصة المداح الخيالية شوية بالمهدي عليه السلام. ومش ده تابوت العهد اللي بيتكلموا عليه، ولا كل المحور ده على ان الدجال والعهد والكلام ده ملوش اي علاقة خالص 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 بالواقع، والمداح حاجة تانية خالص. انا هكتفي لان الفيديو طول قوي بالكام نقطة اللي انا علقت لكم عليها. مفيش حاجة اسمها ان ميت يعود. ارجوكوا وارجو من صناع العمل انهم يهندلوا الحتة ديت. ملهاش علاقة بتابوت العهد، ملوش علاقة بالعلويين. مفيش حاجة اسمها بنات ابليس وبنت الست الحسن وبلا بلا بلا الكلام ده. قلت لكم معلومة قبل كده ان ابليس لكل خلق بني انس يخلق لابناء ابليس 7، يعني كل راس مننا من البني ادمين بيتخلق لبني ابليس 7 ابناء في نفس اللحظة اللي احنا واحد بس مننا بيتخلق منها. فتخيلوا بقى ابليس عنده كام بنت وكام ولد. خلي افقكم واسع شوية. تحياتي ومحبتي لكل صناع العمل، ده مش هجوم، ولكن واجب علي كمذيعة العفاريت اني اعرف الناس الحق فين والصح فين، خصوصا لو جيتوا في العالم بتاعي. كل الشكر والتقدير والتحية لصناع العمل.